ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا اكله زي ما انتم شايفين كده. وطبعا المحشي كان وحشنا قوي من اخر مره عملناه في رمضان. كان حوالي 20 رمضان تقريبا. وطبعا البطايه الرهيبه ديت. عايزه اقول لكم ان انا معدتي وجعتني من الكحك والبسكوت. وطبعا خلصنا السوداني والترمس والشوكولاتات والبونبوني وكل حاجه كل حاجه. آه وخلصنا تقريبا نص التمر. تمام. وبقالنا من يوم العيد على فسيخ بقى ورنجة وطبعا حلقة الفسيخ دي انا ما صورتهاش اصلا. لان احنا كنا معزومين عليه بره. فسيخ بقى ورنجة وكشري مصر والاكلات اللي ما كناش بناكلها في رمضان كلها. عملناها من العيد، من يوم العيد لحد امبارح. فالنهارده قررت ان انا اغير بقى وادخل بقى على التقيل. ادخل على التقيل، ادخل على العظمة والجمدان. وادخل على على الحاجات اللي ما فيهاش فيها هزار، او عشق الملايين زي ما بيقول. الراعي الرسمي للبيوت المصرية المحشي. طبعا محشي كرنب ريحته فظيعة، ريحته كده جايبة اخر الشارع. تمام. وذبحنا بطاية طبعا. انا قلت او انا خفت ان انا ما اكلهاش كلها انا والولاد، فقررت ان انا اعمل نصها بس. وطبقين شوربة حنينين كده وخلاص على كده. تمام. خش لي كلوز كده يا ابني، ادخل ادخل كده، شوف الجمدان، شوف العظمة. طبعا انا هموت واكل، انا هموت واكل بصراحة. وطبعا الكحك والبسكوت كابسين على نفسي. تمام. ده بط فرنساوي بس انا ما اديتهاش فرصة ان هي تزيد عن كده. قطعت رقبتها ان كان عاجبها. آه، خليكوا دايما يعني ايه، مش معقولين، لا، مذهلين. طبعا ولادي فرحانين قوي بالمحشي. ولان البطه لسه سخنه انا مش عارفه، انا ماسكه الموبايل مش عارفه ان انا اقطع لهم منها. طبعا الليمون ده على الشوربه قاعده اساسيه يعني. عايزه اقول لكم ان انا طلعت طبق للجيران، ويا ريتني ما طلعته. خبطوا تاني، عايزين تاني. ساعدني يا عم، ساعدني يا عم، امسك معايا. خد يا سيدي. طبعا كل واحد فيهم عايز جناح، وانا عايزه البطه. فكان لازم ادوق المحشي الاول قبل ما اكمل بقيه البطه. كان لازم حد يساعدني يا جدعان. التصوير كده لما تمسك الموبايل كده في ايد بتبقى مش بتحكم بالايد الشمال عموما يعني. عودي نفسك انه جلد اي طيور ما تاكلهوش للولاد. شايفين اللحمه دايبه ازاي؟ بتقول دوبني دوب يا هوا. زي ما قلت لك الجلد بيبقى فيه يعني نسبه دهون عاليه. فياريت ان هي ايه، الاتنين دول مع بعض وهم. الله على الطعم، الله الله على الريحه. الله، فكرتونا برمضان، رجعتونا رمضان تاني. طبعا الايد الصغنططة دي بتساعدني، هي بتساعدني عشان تاكل طبعا. طبعا كده عمالة اقطع واديهم اقطع واديهم. المحشي لما بيتعمل بعد فترة كده بيبقى له طعم خطير بصراحة بصراحة يعني. عودوا نفسكم ان انتوا تشوقوا نفسكم على الاكل عشان تبقى حلوة، تبقى لها طعم. وعلى جوع كمان بتبقى خطيرة. يعني عايزة اقول لكم ان الدنيا دي كلها هتشوفوها في الاخر. هتشوفوا احنا عملنا ايه في الصينية. افترسنا الصينية، مش افترسناها، ده احنا كان فاضل شوية وناكل الاطباق. عندي الولد الصغير بيموت في الفلفل الطيط، لازم، ده قاعدة أساسية مع اللحم.
شايفين لفة صباع المحشي؟ شايفين شكل المحشي؟ والله يفتح على النفس. يا عم خلاص، يا عم خلاص، الناس شايفين البط. خلاص يا ايدي يا صغننه، خلاص يا ايدي يا صغننه. ده مدمن فلفل اسود، ده فلفل اسود فظيع، فظيع بصراحة. ده بيموت في المحشي بتاع ماما. طبعا الأكلة لما بتبقى مع صحبة حلوة بتفتح النفس، ودول أحلى حاجة في حياتي بصراحة. دول صحابي وولادي وحبايبي وأبويا وأمي وكل حاجة، كل حاجة. ربنا يخليهم لي يا رب، وما يحرمنيش منهم أبدا. إن كل حاجة حلوة أنا بعملها عشانهم هم. والقوة اللي أنا بستمدها يعني بستمدها منهم هم برضو. يعني الواحد بيبقى تعبان، لا أنا لازم أقوم عشان أعمل لهم ياكلوا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ناكل يا جماعة، سيبونا ناكل. عامة أنا باكل، أنا مش هاممني حد، أنا باكل براحتي يا جدعان. كل يا بابا كل. ده بقى بعد ما افترسنا الأكل. ده بعد ما خلصنا عليه شطبناه كله. بألف هنا و... وادعموني واشتركوا في القناة، وياريت لايك، وياريت كومنت حلو كده منكم، واستنونا طبعا في كل جديد. وان شاء الله بإذن الله ناويين نعمل حاجة كده كويسة في القناة الفترة اللي جاية. ده لو متابعين الفيديو لحد دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.